أنقذ السمعة وأرجع شرف كرة القدم لعرب شمال إفريقيا يا مغرب. أنقذ سمعة عرب شمال إفريقيا يا مغرب. يا مغرب، أنقذ سمعة الجزائر وتونس ومصر وباقي عرب شمال إفريقيا. قبل انطلاق كأس العرب هذه السنة في قطر 2026 كان الكل يراهن على عرب شمال إفريقيا على أنهم مرة أخرى سيحققون انتصارات كبيرة، سيصلون للمربع الذهبي وهم المرشحون الأبرز للفوز بكأس العرب. فقبل بداية كأس العرب وقبل ضربة الانطلاق كانت هناك 5 منتخبات مرشحة للفوز بهذا اللقب. نتحدث هنا عن المغرب، الجزائر، تونس ومصر والسعودية. يعني كانت لدينا 4 منتخبات من عرب شمال إفريقيا كلها مرشحة على الأقل للوصول للنهائي، لكن عرب شمال إفريقيا خذلونا. فمنهم من انهزم داخل دور المجموعات وأقصي من دور المجموعات مثل تونس ومصر للأسف. وبعد بلوغ دور الربع النهائي كان الكل يراهن على المغرب وعلى الجزائر على أنهما سيتأهلان بسهولة تقريبا، خصوصا الجزائر فكانت لديها أسهل مباراة من المباريات الأربع مباريات الربع. مباراتها ضد الإمارات كانت في المتناول، لكن تخاذل الجزائريين بل وأعتقد أن المنتخب الجزائري استصغر الإمارات كثيرا هو ما جعل الجزائر تقع في موقف محرج جعل المباراة تصل حتى ضربات الجزاء وبالتالي إقصاء الجزائر للأسف الشديد. الآن بقي المغرب وحيدا من عرب شمال إفريقيا ضمن المربع الذهبي. فأنقذ السمعة يا المغرب، أنقذ سمعة وشرف كرة القدم الشمال إفريقية أو العرب الإفريقية. المغرب إذا انتصر على الإمارات وسينتصر بإذن الله سيواجه الفائز من مباراة السعودية والأردن. أي لدينا 3 منتخبات من عرب آسيا ومنتخب وحيد وواحد من عرب شمال إفريقيا. فأنا كمغربي أعتبر نفسي أسدا من أسود الأطلس، أثق في أن أسود الأطلس فعلا سيحققون المطلوب منهم وسيرجعون كما قلنا سمعة عرب شمال إفريقيا، سيرجعون السمعة وشرف كرة القدم الجزائرية والمصرية والتونسية. فديما مغرب وديما أسود الأطلس.